السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ترزر رجع لكم تاني بعد غياب طويل في الجيش. طبعا ترزر مش لوحده خالص. طبعا لا. ماشي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. روايح رمضان الجميله في كل خلاص يا وقت جماعه، رمضان بنشمها. دلوقتي على الابواب وبنجهز الفيديوهات كتيره قوي. هنبدا بقى بلاش اول من الاخر. حاجات كتير بقى، واستنوا مننا فيديوهات كتير جدا. كان تكفيف بقى ولا كراتين ولا عزومات ولا اي حاجه تانية من دي؟ واجهزه، الاجهزه طبعا بتاع المطبخ وتوضيب المطبخ. هنعمل حاجه طبعا المشتريات جامده. اهم حاجه. احنا عملنا فيديوهين من تكفيفات، ومعنا واحد تاني بسيط وسهل. مش هنخش المطبخ، مش هنعمل حاجات كتير، لا واحنا واقفين هنا على الترابيزه هنعملها. يلا بينا نشوف معانا ايه. هنعمل ايه بقى؟ ايه اللي معانا بقى؟ معانا جوافه، ايه تاني؟ ومعانا بلح كتير. انا جبت وبابا جاب، بلح. فهنجفف منه. هقول لكم بيتعمل منه ايه والكذا حاجه، وفي رمضان بيبقى حلو جدا برضو. بلح ايه؟ ايوه البلح ما جميل كنت ما جدا. باكلش غيره هناك. هاكله لك يا حبيبي ما تقلقش. لا في طرق جميله جدا للبلح هقولها لكم يا جماعه واحنا في الفيديو. استنوا معايا وما تمشوش معانا تاني. طماطم، انا عندي قطه كتيره فحسيت ان هي هتدبل، هتبقى فهحطها. هحط زياده عندي عشان ما تبص وتدبل او تبوظ. هحطها في الفريزر، بتنفع جدا. وخصوصا القطه دي، انا بحب القطه دي جدا يا جماعه. اشمعنى بصوا، ليه؟ حمراء ومسكره وطعمها حلو. بصي دي من دي اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت لما قامت النطره، قلت هي دي عنب. لكن دي حمراء جميله جدا. انا بحب دي قوي في الاكل. اشمعنى دي؟ دي هخليها للسلطه، وكنت بستعملها سلطه. دي اللي فاضيه ايه ده؟ ايه السر بقيتها ده يعني؟ اشمعنى دي؟ حمراء. في الاكل حلوه جدا، بتدي طعم حلو قوي في الاكل. بعكس الكبيره، انا بحب دي جدا وما بصدق الاقيها بجيب. انا كنت جايبه كميه، فانا عامله صلصه كتير، فانا هحط دي في الفريزر زياده عندي. زيادات يعني. وادي القلقاس يا جماعه. ابني بيحب القلقاس جدا. ابني بيحب القلقاس، ابني الكبير بقول. فانا هعمل قلقاس وسلق، وهنعمل بلح لان البلح عندي كتير مش هيقعد ده كله، فهنشيل منه جوافه. حاجات سهله وبسيطه. ومعانا طبعا الاكياس، ايوه ايه لازمه كل ده؟ ومعانا الاستاذ الشفشق. ايوه ايه لازمه كل ده يعني؟ هيحط في الفريزر حاجات. انت عندك حاجات في التلاجة زياده عنك. بتتغلي الاول؟ لا الخضار هو اللي بيتغلي. وده ايه ده يعني؟ فاكهه؟ دي حاجات تجفيف. من غير، انا اتعمدت ان انا اعمل هنا النهارده في الصالون على ترابيزه السفره. مش هخش المطبخ خالص لاني مش محتاجه اخش المطبخ. دي حاجات كلها سهله. دي هيتقشر وده هيضرب في الخلاط. دول هيتعبوا في اكياس. حاجات سهله وبسيطه جدا. ده هيضرب في الخلاط؟ هضربه في الخلاط مع كوبايه ميه. اشمعنى؟ ما هو بيتعمل كده. دي طريقته اسلم واسهل طريقه. تلاقي القلقاس خضاره جميل جدا. والله يا جماعه انا ابني ما بيعرفش انه مجفف، بيفتكروا ان انا جايباه فريش وعاملاه فريش من خضاره. جميل جدا. انت بتعمل كده عشان انت ما بتحبوش. انا مش انا طبعا. لا انت بتاع الملوخيه. معانا يا جماعه. بصوا ده القلقاس هنقشره، بس هنركنه على جنب دلوقتي. بصوا انا معايا الطماطم، انا غسلتها وشلت العناقيد بتاعتها اهو، مغسوله ونظيفه جدا. هنسيب دول طبعا مش هحطهم، بس انا حبيت اوريكم. بصوا اللون دي من دي عامله ازاي. دي جميله جدا. دي في السلطه حلوه، لكن دي في الاكل احلى. هي دي تيشيرت على ايه؟ بصوا يا جماعه كده. هي دي اللي في السلطه؟ القوطه الكبيره الخضره دي في السلطه كويسه في السلطه. تيشيرت على بلح؟ لا بقول دي. تيشيرت على بلح؟ لا على دي هم شايفين. بصوا يا جماعه، حتى دي لو جامده معاكي قوي وحطيتيها في الفريزر وجيتي طلعتيها هتلاقيها طريه وهتنزل ميتها. بتطلع الصلصه بتاعتها وميه حمراء، بتبقى حلوه جدا. هنقسمها على كيسين كده، نطلع الهواء منها. بصوا حبايبي اهي. بصوا دي كده بالنسبه لي انا طبخه اكل عادي على قد الولاد. البلح يا حبايب قلبي بصوا جميل جدا. هو كتير انا جبته من السوق على فكره. القوطه دي كنت انا 3 ب10 من السوق النهارده. مش النهارده بقى يعني، كنت جايباها فانا استعملته. دول فايضين عندي، فانا جبت البلح. يعني حاجات انا جبتها النهارده دي كان عندي من الاول، وجبت دول النهارده. فانا جبت وزوجي جاب دول 3 كيلو. دول 2 كام 3 كيلو ونص. جبت الاول 2 كيلو من اول السوق ب10. وبعد كده لما دخلت جوه لقيت ال3 ب10. وبصوا والله بصوا ما فيهاش فرق. الله. يعني وزوجي جاب ده ب5 جنيه، فجاي بيقول لي انا جبت ب5 جنيه. قلت له انا جبت 3 ب10. عشان تعرفوا بس شطارتنا، عشان تعرفوا شطارتنا يا جماعه. بصوا البلح بتجيبيها بتعملي فيها ايه.
اما بيتحط في الفريزر وتطلعيه بتلاقيه مستوي وزي الاسمر. ده ولا امهات ده ولا زغلول زي إيه ده؟ الاسمر. لا دوت يا حبيبي البلحيه ديت. ايوه البلح ايه دي؟ أيوة ده دي. اسمه سماني. نعم ايه؟ اسمه بلح سماني. سماني. بصوا حبايبي انا بستعمله كده اهو. بصوا لا في الاحمر وفي الامهات اللي هو الاسود. في دوت في زغلول. طب انا كنت فاكر الاصفر ده هو الامهات. لا ده اسمه بلح سماني حبايبي. والله كنت لما بيتحط في الثلاجه. أيوة. بيتعمل منه ايه؟ بعمل منه كنافه. كنافه بفرمه بعمل منه كنافه حشو بتبقى تحفه. بعمل منه الكيكه بعمل كيكه عادي خالص وبقطعه على الكيكه حتايب بيبقى قطعه في قلب الكيكه جميله جدا. بطلعه بيبقى طبعا خارج من الثلاجه بيبقى حلو جدا من الفريزر بس سيبه يطرى. بعمله بلبن بيبقى تحفه باللبن يا حبايبي. بصوا ليه حاجات كتير جدا تاكليه عادي. بفرمه بطلعه واعمل القرص المعجوه ديت بيبقى طعمه حلو. معلقه زبده مع معلقه سكر. عملنا القرصه دي خلي بالكم دي قبل كده. بعملها بالقرص تحفه يعني. بصوا ده يا حبايبي كنز في البيت ليه حاجات كتير جدا جدا. والجوافه طبعا انتوا عارفين انا بعملها ازاي. الجوافه لها طريقتين. ممكن تقطعيها معلقه سكر ومعلقه ليمون او ليمونيه لو انت مقطعاها. لو انت عايزاها سليمه لا انا باخدها كده. بصوا اهي كده جايباها برضو 3 ب10 حبايبي. بصوا انا بشيل كده. انا هعملها بالسكينه دلوقتي بس انا بوريها لكم. بصوا اهي كده زي ما هي سليمه كده. بس بحط على قد ما انا عايزه في الاكياس تحفه وجميله جدا. هوريها لكم دلوقتي. وادي حبايب قلبي بصوا انا عبيت كده عشان الوقت ما يطولش مني. دول كيسين دول كيسين الطماطم. وهنا 1 2 3 4 دول 5 اكياس بلح. ده هخليه الاكل العادي. ودول هحطهم هفرزهم هنعمل منهم حاجات كتير جدا وهوريها لكم. هنا بصوا انا قطعت بالسكينه الجزء ده والجزء ده اهو. كل اللي هتعملي هتحطي كده بس اهو كده. بتعمليه بلبن تعمليه عادي. لما تعمليه بلبن مع الليمونيه تحفه بيبقى خطير جدا يا جماعه حلو جدا. بعمل الواحد طبعا على قد شفشق. الكيس على قد شفشق على طول اهو. بصوا حبايبي كده اهو. وهنا معانا القلقاس. هقطع القلقاس مكعبات وهعبيه. وهنا بصوا السلق صابح ازاي وجميل. جايبه الحزمتين ب5 جنيه ودي 3 ب10 والقلقاس ب5 يا جماعه. جبت 2 كيلو ب10. هقسمهم وهرجع لكم نشوف مع بعض هنعمل ايه في القلقاس. وفي هنا هنحط فيه ميه كوبايه ميه وهنحط السلق معاها وهوريه لكم بعد ما نضربه في الخلاط. بصوا القلقاس احسن حاجه تجيبيه ما تستنيش اما ينشف خالص. انت تجيبيه ولونه وردي كده ده لونه الطبيعي وده التجفيف بتاعه في وقته واوانه. ما تستنيش اما ينشف او لونه يصفر او يبقى بني. في ناس بتحب تعمله كده بس في التجفيف مش حلو. ده طبيعي بميته بطعمه. في ناس بتغسله لا انا ما بغسلوش يا حبايب قلبي. انا بعمله كده بقشره وامسحه كويس بمشه نظيفه وبحمره وبعمله عادي. في ناس بتغسله لا فايدته كلها وطعمه بيروح في الغسيل ما بقاش ليه طعم. فانسب طريقه خلاص نختم بقى ونحطه زي ما هو بقى. بيتقشر ويتمسح ويتعمل. لا في ناس بقى مش بتنتو. انا بقشره وبمسحه. في ناس بتقشره وتغسله. بتقطعه كده وتغسله. تفضل تغسل وكل الفويده وكل الحاجه بتروح فيه. ما بينفعش حتى طعمه مش حلو. فدي بصوا اهو ابسط طريقه. بجيبه لخبطتني بجيبه بقشره وبمسحه كويس عشان مبقاش فيه اي حاجه عليه. مكان ما بقشره واروح مقسمه كده. بقطع الخضره بجففها بعملها في اكياس. بصوا حبايبي اهي بخرج منه الهواء بربطه. بصوا عامل ازاي. باجي برضو كده اهو. بسم الله. ده كده يا جماعه اهو. بصوا حبايبي اهو شايفين عامل ازاي. ايه ده عصير برسيم ده ولا ايه؟ بصوا لونه بخضره بيفضل معايا لحد ما بعمله. ابني ما بيعرفش انه مجفف ليه. في ناس بتعمله بيبقى لونه غامق عشان بتحمره بيسود. لكن ده بصوا شايفين خضره ولونه عامل ازاي كده اهو. بسم الله. هقسمه كده على قد الكيس. بصوا كده. وكيس تاني انا بعمله وبحط فيه الخضره الشبت والكزبره. فبحط ال3 كده الشبت والكزبره واللوز كده اهو مع بعض ال3
في كيس، يبقى دي طبخه واحده بطلع الكيس على بعضه، ما بلخبطش نفسي. سهل وبسيط خالص يا حبايبي اهو، لا ميه بقى ولا سلق ولا اي حاجه، ما فيهاش اي خالص. هكمل دول وارجع لكم. اشيل الطاوله واحط. ادي حبايب قلبي معلش بيضحك عليا دايما. انا كده خلصت يا حبايب قلبي. بصوا ادي الطماطم عملنا كيسين، الجواف عملنا 3، البلح عملنا 5، القلقاس عملنا 3، والسلق عملت 2 لان في عندي اكياس زياده في التلاجة. ودوت ليمون برضو لقيته عندي هيطرى لو سبته، وانا عندي تاني، فانا خدت كيس وسبت على قد احتياجاتي. لو انت عندك في التلاجة حاجه بزياده ما تستنيش تبوظ او تطرى، حطي في اكياس وارمي في الفريزر، هتنفعك بعد كده يا حبايبي. مفيش حاجه بتخسر، بس ما تسيبيش الحاجه تبوظ. الايام دي صعبه والحاجه بتغلى، فلازم على قد ما تقدري تجيبي وتشيلي في الفريزر عندك، لان الحاجه بتغلى، مفيش حاجه بترخص، كل حاجه في الزياده. فانا لقيت البلح رخيص جبت، لقيت الجوافه جبت، القلقاس كويس جبت. عندنا السوق بتبقى السوق يوم الاحد عندنا الحاجه فيه بتبقى رخيصه، الخضار وفلاحين على الارض، فالحاجه بتبقى جميله جدا. فانا ما بصدق اجيب اي حاجه زي كده، مره على مره بشيل، بلاقي عندي ما شاء الله الفريزر مليان، فما بحتاجش في عز الغلا بطلع من اللي عندي. فلازم تعملي كده، وفري. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه حبايب قلبي. واهم حاجه يا جماعه الفيديو الجاي يا جماعه استنوا مننا مفاجاه حلوه، ضيف تالت معانا هيجي هيشاركنا يا رب يعجبكم، وهنعملها لكم مفاجاه، وهيطلع معانا كده بعد كده في الفيديوهات. لو حابينه قولوا طلعوا معاكم كتير. مفاجاه بقى في الفيديو الجاي. ما تنسونيش يا جماعه اشترك في القناه واللي زر اللايك، ويلا ابداوا في تحضيرات عشان خلاص الايام بتجري، ورمضان لازم حاجه في حاجه تجيبيها. ابواب بنجهز منه من دلوقتي. انا بحاول، بصوا ما بجيبش كميات، يعني انا عندي حاجات بجيب بمشي. جبت 3 كيلو، طلعت حبه هعصرهم دلوقتي، ودول عملتهم شلتهم. القوطه شلت كيسين، كل مره شيلي كيس شيلي كيسين، هتلاقي نفسك مش محتاجه مبلغ عشان تجيبي الحاجات دي، فهتوفري وتشيلي. جبتي 3 كيلو قوطه، شيلي كيلو، هينفع معاكي بعد كده وهتلاقيه. مفيش حاجه بتخسر يا حبايب قلبي. ويا رب يا رب الفيديو يعجبكم، وانتظروا مننا يا جماعه الفتره الجايه فيديوهات قويه جدا. كل سنه طيبين، السلام عليكم.